السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ غادي نوجد معكم اليوم ان شاء الله واحد البسطيله ديال الحوت كتجي بنينه. نبداو على بركه الله. سلقت الكالامار مع شويه ديال الملحه وورقه ديال سيدنا موسى. هنايا الحوت عجبني انا القامه ديال الحوت ندكها في المهراز، ثومه مليحه، هنايا شويه ديال الربيع كندقهم شويه، عاد كنزيد عليهم واحد معلقه ديال التحميره، زدت هنايا شويه ديال الخرقوم ومعلقه ديال الكمون، شويه ديال الابزار، هنايا واحد شويه ديال العصير ديال الحامض، ضفت عليه ديك القمه اللي دكيت في المهراز، غادي نخلطهم مزيان وزدت عليهم هنايا شويه ديال الزيت بلديه. خديت هنايا مقله درت فيها معلقه ديال الزبده، شويه ديال الزيت بلديه، ملي بدات كتذوب غادي نضيف عليها هنايا الكالامار من بعد ما حيدته من الماء اللي تسلق فيه مع ورقه سيدنا موسى وشويه الملحه، وغنضيف عليها معلقه كبيره من القمه اللي صيبت، وغادي نشحرو شويه باش يدخل فيه القمه. غادي نحيد الكالامار من المقله من بعد ما نشحر ليا مع القمه. هنا غادي نعاود نفس العمليه بالنسبه للكروفيت، غادي ندير عاوتاني شويه ديال الزبده وشويه ديال القمه، وغادي نشحر الكروفيت تدخل فيه ديك القمه ديال الحوت. من يتشحر ليا غادي نحيدو حتى هويا من المقله، باش نعاود عاوتاني ندير عندي هنايا الحوت ديال القرش هو اللي غادي ندير من بعد الكروفيت. الحوت كيبقى اختياري، داكشي اللي عندكم، ممكن ديروا الميرلون، انا كان عندي القرش اللحم ديال القرش، داكشي علاش درتو. هنايا درت الزبده وغادي نعاود نشحر عاوتاني بنفس الطريقه. من بعد ملي ساليت الشحار ديال الحوت غادي ناخذ هنايا الفرميسان، من بعد ما خويت عليها الماء وخليتها وطحنتها، صفيتها من الماء وطحنتها، درت معاها ثاني نص معلقه ديال الزبده ولقمه ديال الحوت، وضفت عليها هنايا شويه ديال الشامبينيون، وغادي نحرك كلشي حتى يدخل فيها القمه مزيان. هنا خديت كسعه وخويت فيها كاع المكونات، الفيرميسال والحوت اللي شحرت كله غادي نحطو معاها باش نخلط كلشي ونبدا نعمر ان شاء الله البسطيله. هنا غنضيف معاهم ديك شويه ديال القمه اللي بقات ليا وغنخلط كلشي. هنا خديت الطاوله اللي غادي نحط فيها البسطيله ديالي، انا نديرها على شكل مربع، حطيت هنايا ورق ديال الفرن باش ملي طيب ليا تجيني سهله باش نهزها.
غنبقى ندير الورقه على الشكل اللي مبين معكم في الفيديو. وفيما ندير الورقه كندهن بالزيت ونحط الورقه واحده اخرى. غنبقى غاديه بحال هكا حتى نكمل التفريشه ديال الورقه في الطاوه كامل. هنا بديت كنخوي الحشوه ونقادها مزيان. درت هنايا غير نص ديال الحشوه ماشي كلها، وغادي ندير فوق منها شويه ديال الفرماج، ومن بعد عاد غادي نحط الحشوه الاخرى اللي بقات ليا كلها من الفوق، ونبدا نطوي عليها الورقه باش نجمعها. ضفت هنايا شويه ديال الفرماج من الفوق، وغادي نبدا نجمع الورقه ديالي. عندي هنايا واحد الخليط ديال الزيت وشويه ديال التحميره، غادي نبقى ندهن بها الورقه، نجمع الورقه وندهن بهذا الخليط ديال الزيت والتحميره. هنا التزيين كيبقى اختياري. انا خديت غير ورقه بحال هكا ديال البسطيله، دهنتها بالزيت والتحميره داك الخليط اللي وريتكم، وغنبدا نلويها بحال هكا وغادي نزوق بها. التزيين دائما كيبقى اختياري، ديروا الشكل اللي بغيتو والشكل اللي عجبكم.
هنا من بعد ما ساليت غادي ندخلها الفران طيب ونتلاقاو في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا. نتمنى ان الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، واخا هي تحمرت ليا شويه ولكن جات بنينه.